إذا ردت تفهم النسبة الطبيعية في تحليل السائل للرجل تابعني بهذا الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. دائما نسأل اكو تشوهات بالسائل، شكل الحامل مو طبيعي، تشوهات، أسئلة متكررة بهالموضوع هذا. خلينا نحكي من 2010 يعني قبل 16 سنة منظمة الصحة العالمية اللي هي تطلع يعني النسب الطبيعية لتحليل السائل المنوي للرجل. قررت أن نسبة الشكل المثالي هو 4%، يعني أي رجل يحصل 4% من الشكل المثالي هذا يعتبر طبيعي. زي 96% الباقية، 96% مو معناها مشوهة أو مو طبيعية، وإنما هي لا تنطبق مع الشكل المثالي. فهنا عندنا فرق ضروري لازم نفهمه بين الشكل المثالي والشكل المو مثالي وليس تشوه. يعني عندنا 4% اللي هو وفق منظمة الصحة العالمية منذ 16 سنة، هذا يعتبر تحليل الشكل الحيامن طبيعي 4%، و96% شنو يكون الشكل خلينا نقول غير مثالي. فهذا لازم نفرق بين الشكل المثالي والتشوهات. تحليل السائل للرجل لما نقول اكو تشوهات لازم ابو التحليل يوصف شنو هذا التشوه. هل هو حجم الحيمة مثلا رأسه كلش صغير؟ هل هناك حجم كبير في رأس الحيمن؟ هل هناك مثلا اكو يصير بندنج بالقطعة الوسطية، اعوجاج بالقطعة الوسطية؟ هل اكو مشكلة بالذيل؟ وغيرها وغيرها وغيرها. قصدي لما نقول اكو تشوهات لازم نوع التشوه يذكر، ولا مو لأن شكله مو مثالي أو لا يطابق الشكل المثالي معناه هو تشوه ومو طبيعي. نقطة إضافية أخرى ما أطول عليكم، الحيامن المشوهة عادة ما تقوم بالإخصاب، فلذلك إذا يصير طرح يعني عند المرأة الزوج أو يجي الطفل مشوه مو لأن معناها أكو تشوه بالحامل، بالعكس الحيامل المشوهة أكيد ما راح تلقح البيضة وراح يصير طفل أصلا. أخيرا أتمنى الصحة والعافية للجميع، أنتظر أسئلتكم على الموضوع هذا.